رفضت بعثة المنتخب الوطني المصري من اللاعبين والمسؤولين أداء صلاة الجمعة أمس في مسجد تابع للشيعة في مدينة بورت جنتل الجابونية التي تستضيف مباريات كأس الأمم الإفريقية لعام 2017 حسب ما نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة المصري على فيسبوك. ورفض اللاعبون الصلاة في المسجد بعدما اكتشفوا أنه مسجدا شيعيا، وذهبوا للبحث عن مسجد لأهل السنة والجماعة لأداء الصلاة فيه. وتفاعل جمهور المنتخب مع هذا الموقف على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهوا التحية للفريق المصري الذي رفض الصلاة في مسجد للشيعة، مؤكدين أنه فعل الصواب، فهذه مساجد ضرار تمتلئ بسب الصحابة وأمهات المؤمنين والشركيات والخرافات والوثنيات. ونحن بدورنا نوجه الشكر للمنتخب المصري على هذا التصرف السليم الذي يعكس وعيا لدى لاعبين ولدى الشعب المصري عموما بحقيقة هؤلاء القوم. شكرا لمنتخب الكرة الأول والمنتخب المصري على هذا الوعي وهذا الفهم، وهذا أكبر دليل وأكبر صفعة لهؤلاء المجانين المتشيعين الذي لا يزيد عددهم في مصر عن 36 خنزيرا متشيعا لا قيمة لهم، لا إنهم يأخذون فقط المال من إيران ومن شيعتها من العراق ومن البحرين ومن الكويت، فقط هذا دورهم. فهذه بشرى للشعب المصري وللشعب العربي والشعب المسلم عموما. هذا فهم لاعبي الكرة عندنا، فما بالك بالمتدينين وأهل الشعب المصري في تجاه الدين الشيعي. وإن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم الذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فانفقوا ما شئتم فلن يتشيع المصريون. أكرم بفاطمة البتول وبعلها وبمن هما لمحمد سبطان، غصنان أصلهما بروضة أحمد لله در الأصل والغصنان. قل خير قول في صحابة أحمد وامدح جميع الآل والنسوان.